صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. ربنا يجعل يومكم حلو ان شاء الله. نفتح عينينا على الجمال ده واللون الاخضر واللون البينك الجميل ده ونبدأ يومنا. اتفقنا قبل كده ان احنا هنعمل مع بعض روتينات كده روحانية نتقرب بيها من ربنا. النهاردة انا فعلا في صورة في دماغي من زمان انا بحب اقراها جدا جدا جدا، سورة القصص. بجد من الصور الجميلة جدا جدا جدا، ودي قررت ان انا النهاردة تبقى من روتيني. لو جينا كده عند سورة القصص، في حاجة بس انا عايزة اقولها معاكم قبل ما ابتدي قراية السورة دي. هي اجمل حاجة فيها انها بتبتدي بقصة سيدنا موسى، ومن الحاجات الحلوة انها بتتكلم عن لما ربنا اوحى لام سيدنا موسى ان هي ترضعه وان هي تلقيه بعد كده في اليم، وقال لها ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. بجد الصورة دي جميلة جدا يا جماعة، وبتأثر فيا جامد جدا لما بيقول لها لا تخافي ولا تحزني. وعد من ربنا جميل جدا جدا جدا. وبعد كده لما بيوريك في الصورة دي فرعون وبجبروته، وان هو كان عايز يقتل كل طفل، والطفل اللي وربنا اراد ان الطفل اللي هو المفروض كان من ضمن الاطفال اللي يعني فرعون هيقتلهم اتربى في بيته. يعني انتوا شايفين ان ازاي ربنا قادر انه يحقق المعجزات لأي بني ادم؟ شايفين ازاي ان ربنا بيكبر خاطر الناس وبيشيل من قلبهم الحزن وبيشيل من قلبهم الوجع؟ بصوا انا مش هطول في الكلام اكتر من كده، لان طبعا تفسير الايات والقرآن ليها الناس اللي مسؤولين عنها واللي فاهمين فيها اكتر مني. بس كفاية ان انا اقول لكم ان انا قررت ان دي تبقى الصورة اللي انا النهاردة هتبقى في روتيني اليومي، في الجزء الخاص بالجزء الروحاني، ان انا اقعد اقرا قرآن واتقرب من ربنا واتدبر اياته. اتمنى طبعا ان انتوا كلكم او كل اللي يسمع الفيديو يحاول كده يعمل برضو روتين زي ده، مش لازم بنفس الصورة دي، ممكن بصورة زيها تكون برضو محببة ليكم كده. بس انا فعلا الصورة دي من الصور اللي انا بحبها جدا وبرتاح لما بقراها جدا جدا. جربوا معايا كده وقروها النهاردة. يومكم جميل ان شاء الله.